السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين بخبر وفاة الفنان السوري دريد لحام، مما دفع العشرات يتساءلون عن سبب عدم ظهور مدى صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الفنان القدير. وعرض أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب: الفنان دريد لحام في ذمة الله، ولم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من قبل نقابة الفنانين أو أحد المقربين من الفنان السوري الكبير الذي اشتهر بأداء العديد من الأدوار الكوميدية خلال مسيرته الفنية. إلى أن المصور الصحفي سمير فقيه خرج يوم الثلاثاء لينفي نبأ خبر وفاة الفنان دريد لحام، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: بالاتصال مع دمشق، الفنان الكبير دريد لحام بخير، ولا صحة للأخبار السخيفة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل يومين كرمت لجنة مهرجان السينما في لبنان الممثل السوري دريد لحام بالإضافة إلى عبد الهادي بدر، والذي تقدر مشوارهم الفني الحافل بالنجاحات، حيث جرت ذلك خلال الاحتفالات بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.